السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم رشا النشاوي للتورت والجاتوهات وللبيع اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مرة ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما انتم شايفين وزي ما وعدتكم ان اي اوردر اطلعه طبعا اسجله واصوره واديكم فكرة جديدة للتزيين او اي تريكة تكون جديدة في عمل الكيك او في التسوية او اي حاجة. فطبعا ده كان بناء عن رغباتكم. انا عملت قبل كده جاتوه المثلثات، بس النهارده عملتها عباره عن تورته مقطعاها 12 قطعه، تعتبريها جاتوه تعتبريها تورته زي ما انت حابه. لو انت اتطلبت منك لشغل الاونلاين تورته متقطعه 12 قطعه تقدري تعمليها بنفس الطريقه، ولو انت مطلوب منك 12 قطعه جاتوه هتعمليها برضو بنفس المقادير بثلاث بيضات بس. ويلا بينا نشوف الوصفه والمقادير ونسمي ونقول بسم الله. معانا هنا طبعا كل حاجه طالعه من الفريزر زي ما احنا متعودين. دي التريكات الاخيره، شايفين محسن جل خارج من الفريزر وما منتجه من الفريزر، كل المقادير خارجه من الفريزر ما عدا الدقيق. معانا هنا تلت كوبايه ميه متلجه زي ما انتم شايفين، وطبعا شغلنا الفرن على درجه حراره 180 قبل ما نبدا. في المقادير حطيت تلت كوبايه ميه وعليهم 3 بيضات خارجين من التلاجة وذرة فانيليا ونص معلقة محسن جل متلج من الفريزر زي ما انتم شايفين. ومعانا 350 جرام دي اسبونج جاهز بالشوكولاتة. لو حابة تستخدمي اسبونج بالفانيليا مفيش مشكلة خالص. هتحطي 8 جرام كاكاو وتكملي بالالوان الجل اللي انا قلت لك عليها في الوصفات اللي فاتت، بس انا كان عندي كمية من من الاسبونج الشوكولاته وحبيت اخلصها الاول. انا طبعا ضربتهم في العجان مده من 5 ل7 دقائق. طبعا لو بالمضرب بياخد وقت عن العجان. وهنا ظبط حله هنا معانا مقاس 26، يعني هنا هتعملي الكيكه دي او التورته دي بمقاس 26. طبعا هنحطها على بورد مقاس 28 وهقول لك كل التريجات وهقول لك ان شاء الله كمان سعر البيع في اخر الفيديو. انا هنا عملت ورقه زبده حطيتها في الارضيه، واجيب قطعه زبده واغلف بها الجوانب. انا طبعا ما بحبش احط ورق زبده في الجوانب الا اذا كنت عايزه اعلي الجوانب، لكن طالما الكيك مش هيرتفع في الجوانب فانا هنا بحب احط زبده خارجه من التلاجة بالشكل ده. بتخلي الكيكه تطلع معايا سلسه وسهله وبسيطه، وما بحتاجش كمان ان انا اخلع عليها بالسكينه ولا اي حاجه. وهجيب الخليط. طبعا الاسبونج شوكولاته بلونه بيفتح لما مجرد ما بيتضرب بيكون قوامه كريمي تقيل. طبعا لو الخليط معاكي سايل وانت بتحطيه يبقى المقادير معاكي فيها خلل، تبقى المقادير مش مظبوطه. طبعا الميه المتلجه بتخلي القوام الاسبونج قوامه تقيل وجميل زي ما انتم شايفين. يعني طول ما كان القوام تقيل شايفين لازم عاطي شكل هرم ازاي اهو، ده تظبط معاك الكيكه وتبقى مظبوطه جدا. هنا التركه الاولى اللي احنا قلنا مع بعض الميه المتلجه من الفريزر، وكل فيديو بقول يا جماعه مرارا وتكرارا لان صراحه الوصفه نجحت، فعلشان كده كتير جدا جربها ونجحت معاه، ويا ريت انت كمان تجربيها. التركه الثانيه ان احنا هنا هنجيب بخله شيش طاووق وتمشيها كده، او لو في سكينه رفيعه وتمشيها في الكيك. شايفين انا عامله هنا حساب يكون القوام هرم ازاي، مش بينزل لوحده كده، تبقى المقادير مظبوطه. وتمشيها في الخليط علشان ما يبقاش فيها فتحات واسعه او مسام واسعه. التركه الثالثه ان احنا هنجيب ورقه زبده او اي طبق عندك استانلس او فويل او ورقه فويل وتحطيها على وش الكيك. حتى لو انت شغاله في فرن غاز، فرن البوتاجاز ومشغل عليه من تحت، بس برضو الورقه دي بتحافظ على الكيك ما يتحرقش وياخد قوام اعلى احسن بكتير، ويكون الكيكه طريه مهما يحصل الكيكه ما بتنشف. شايفين انا اختبرتها طبعا ما بتفتحش الفرن قبل 30 35 دقيقه. ارتفاع كيك جميل جدا، اختبرتها بالخله وطلعت مظبوطه. طبعا يعني تسويه الكيك من 40 ل 45 دقيقه. انا هنا بقى نبدا نعمل كريم شانتيه بعد الكيكه ما بردت او تاني يوم. معانا 150 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، عليهم هنا 50 جرام سكر حبيبات، ومعانا جناش، وحطيت كمان معلقه كاكاو بمقدار 10 جرام كاكاو خام اسباني. انا هنا بحط الجناش على الكريم شانتيه علشان يدي تست جميل جدا في الطعم، بيكون زي موس الشوكولاته بالظبط. انا جبت هنا شايفين الكيكه نزلت بكل سهوله. ادى شكل الكيك ما شاء الله جميل جدا، وادى ما شاء الله الكيكه حتى ما هبطتش وباتت تاني يوم. جبت بورد مقاس 28 وابدا احط معلقه كريم شانتيه على البورد، واحط
الكيك. انا بجيب الجناش بحب احطه فوق الكيك بالشكل ده، اما الكيك بشربه بيدي تيست جميل جدا. لو حابه تحطي كمان جيلو كراميل، ساعات بحط جيلو كراميل بيدي تيست جميل جدا في الطعم. وبدات ان انا ازين، احط الكريم شانتيه في بين الطبقات، وزي ما انت شايفه كده التزيين كله واضح قدامك. هغلفها زي التورته بالظبط. لو انت طلب منك تورته مش مرتفعه او بسعر بسيط، هتعملي دي. يعني ممكن اعملها تقول لك عايزه تورته تكفي 12 فرد وفي نفس الوقت ما تكونش غاليه. فدي فكره جميله جدا ومتقطعه جاهزه وهتنفع معاكي. يعني تنفع جاتو، تنفع تورته، تزينيها بفاكهه، تزينيها بشوكولاته، يعني زي ما انت عايز. انا عملت قبل كده جاتو بمثلثات كتير جدا. بس ان شاء الله اجمع لكم فيديو في طرق يعني مخصص للتزيين، بس ان شاء الله اجمع لكم الفيديو ده كله على بعض. هنا سويت الجوانب بالاسكلافر، وجيب ميه سخنه او ميه بارده مفيش مشكله خالص، وتنعمي بيها الجوانب زي ما انت شايفه. في تعريجات هتحس تلاقيها كده في الكيك وانا شغاله، ده بيكون من البورد بتاعي مش مظبوط. فانا ان شاء الله مجرد ما يخلص الكميه دي مش هجيب بورد من اللي هو يعني بالشكل ده. بعد ما مسحنا كده بالشكل ده وعملت بالاسباتيولا سكلافر، واجيب بقى منديل مطبخ ونمسح اهم حاجه القاعده من اي سوائل عليها او اي فتافيت او اي كريم شانتيه. هندخلها الفريزر مده يعني من نص ساعه لساعه، وبعد كده نبدا نقطعها على ما عملت بالظبط. الشوكولاته دي جبت هنا ورق ترانسفير على هيئه شكل اللي هو بطوط تقريبا، او مو شكل كرتون، علشان ده كان مطلوب لعيد ميلاد طفل. وبعد كده عملت فيها شوكولاته خام بيضه وحطيتها تتماسك في التلاجة لو الجو طبعا حر. انا جبت هنا الكيكه طلعتها من الفريزر او التورته او الجاتو زي ما هتسميها، وبدات اعلم بقطعه الشيز كيك بس من الناحيه اللي هي 12 قطعه. فيها عملت قبل كده معاكم 10 قطع، ودي كانت ناحيه 12 قطعه. كانت مطلوبه مني كده تورته صغيره جنب تورته تانية سيزون هنزلها لكم ان شاء الله قريب، هتعجبكم جدا بشكل تزيين جديد. فكانت مطلوبه الاوردر عيد ميلاد، بس حبيت اجيب لكم كل فيديو لوحده. انا هنا بين كل مره والتانيه السكينه بسخنها على النار وبغسلها بين كل مره والتانيه، وشايفين حتى تلاقي في بخار طالع منها. شايفين التساوي في التقطيع، حجم القطعه مش كتير، مش صغير. جبت هنا عملت روزيتات بتجيب بلح الشام بالشكل ده، واجيب الاشكال اللي انا عملتها هحطها زي ما انتم شايفين. هنا كانت العميله طالباها الاوردر عيد ميلاد، قالت في اطفال وفي ناس كبيره في العيد ميلاد، فخدت تورته سيزون مقاس 30 في 30 هنزلها لكم قريب. وقالت عايزه حاجه كده للاطفال، فقلت لها يعني هتبقى دي جميله. قالت عايزه تورته صغيره للاطفال، فاديتها لها ان تبقى، قالت لي 12 طفل، تبقى تورته تبقى جاتو. المهم ان هي صراحه عجبتها جدا، وعجبتها الطعم وعجبتها الفكره، والتزيين كمان عجبها، وكفت الاطفال زي ما هي كانت عايزه بالظبط. وحجم القطعه ما شاء الله كبير جدا. فدي انا طلعتها يا جماعه، كنت بطلعها بكده ب 180 جنيه، انا طلعتها المره دي ب 200 جنيه لان الاسعار غليت. التورته او الكيكه يعني واخده جناش كتير جدا. كل حاجه عادت مكلفه، فانت حسب خاماتك، حسب خامات اسعار تغليفك، حسب المتاح عندك. ف انت لازم تحسبي كل حاجة برضو بالظبط. وكده خلاص يا حبايبي، وصفة النهارده خلاص خلصت زي ما انتم شايفين. انا هحطها ان شاء الله في كرتونة مقاسها 30 في 30. طبعا البورد انا مقاسه 28، فما ينفعش احطها. انا ما حبيتش ان انا اشيلها بقى زي الجاتو واحط كل واحدة على ورقة جاتو، لا انا حطيتها بحالها بالبورد بحالها كده، واتقدمت في العيد ميلاد على اساس ان هي تورته بالظبط. فانت براحتك تطلعيها تورته، دي ما اكون عامل طالب منك حاجه رخيصه. يعني لو تورته بمقاس 26 او 28 طبعا هتبقى معاكي مكلفه جدا، لكن دي تكلفتها بسيطه على العميل وعليكي، وتبقى مرضيه وهيفرحوا بيها جدا. وفعلا العميله فرحت بيها جدا جدا. حاططها في كرتونه مقاس 30 في 30، اللي هي كرتونه الجاتو. ممكن تحطها في كرتون التورته، مفيش اي مشكله خالص. وكده خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكونش طولت عليكم، ويا ريت عجبتكم ما تنسيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الله تعالى عنده ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.